خويا عماد، جيت من بعد الكورونا ما جيش على غالب. اليوم تبدلت عليه الجزائر، ولات الجزائر جديده معناتها بعد الثوره. نقولوا احنا الحمد لله معناتها انه الشعب الجزائري يتنفس كوره خويا عماد كما الشعب التونسي. صحيح. نكد لك مش معناتها رمي الورود هذا، وانا سافرت معهم وخياني الجزائريين بالمناسبه هذه برشا مشاو معايا كي محمد عيسات من الغايه، سي الاخضر البهلولي من علمه، وخويا محمد من علمه، برشا سافروا معايا. وبالرغم هكاك ما ترشحتش كاس العالم ل 2022 بقطر، وكانوا متواجدين الجزائريين بكثره ما شاء الله، وجا ساندوا المنتخب التونسي، ونحب نشكرهم من القناه الوطنيه، نقول لهم يعطيكم الصحه كما انا موجود هنا. معناتها ملاعب، انا زرت ملعب وهران ما شاء الله، انا مشيت لقطر وشفت الملاعب معناتها بريس كيف كيف ما فما حد شيء. وشوف ملعب عنابه بدلوه، شوف ملعب قسنطينه معناتها ما شاء الله، معناتها كان وزيد ملعب نصر منديله ما شاء الله، معناتها تبارك الله. معناتها منشآت عالميه. وان شاء الله معناتها اللي في الجزائر المقاولين وكل اللي يخدموا ما يجيبوش الاجانب، يعطيوا الاولاد البلاد معناتها الجزائريين يكونوا هم اللي يخدموا الملاعب. وعندنا معناتها كفاءات خاصه في الجزائر سواء في الطب في كل مجالات، معناتها قادرين معناتها يوصلونا لبر الامان ان شاء الله. ومن المنبر هذا ان شاء الله معناتها الجزائر انا عندي متفائل 90% ولا 99% اللي الجزائر باش تحضن كاس افريقيا 2025 كما بعد الخيان قالوا اكس ولا جريت. انا نقول لهم من المنبر هذا راهي الجزائر قادره تنظم كاس افريقيا، وقادره تنظم حتى كاس العالم اللي شفته انا. كأس العالم أيضا. اي قادره على حسب ما شفته انا، قادره تنظم حتى كاس العالم. عندنا ملاعب أخرى في انت شوف الملاعب في قطر 6 ملاعب بركه، وهنا ما شاء الله كان باش يزيدوا 2 ملاعب تولي عندها 6. والجزائر معناتها الملاعب اللي عندها زاد نتاع معناتها شفت حتى جماعه الكاف جاوا البارح الاولى عملوا معناتها المراقبه وشافوا معناتها انبهروا منهم رئيس الكاف تاع الجامعه الكوتوفواريه، هو الناطق الرسمي معناتها جا شاف وانبهر من الملاعب. معناتها الجزائر ان شاء الله، وبصوتي نضم صوتي لوخيان معناتها سي علي ولد يحيى زاد نتاع موريتانيا، حكيت معاه كنت وهران معناتها، ومن المنبر هذا والمره باش نقولها اللي هو باش يساند الجزائر زاده، وبرشا زاده رؤساء حكيت معاهم باش يساندوا الجزائر ان شاء الله 2025.